سلام اخوات، اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شارك معكم الحمام ديالي من بعد ما غادي يتبدل كامله. هو هادشي كامله هو كما كتشوفوا غادي يتحيد وغادي نعاود نجدد حمام اخر. نشارك معكم الافكار ديالي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هذا هو اخوات، هذا هو الحمام القديم. هذا قبل ما غادي نوجدوه على هذا الشكل كان. كما كتلاحظوا فيه غير الطول ما فيش العرض. الطول ديالو تقريبا 4 متر، على العرض ديالو متر ونص. هذا هو يعني ما كاينش فيه غير الطول ما فيش العرض نهائيا. والمشكل اللي كان عندي هو هاد البانيو هذا او لافاسكا اللي كانت شاده ليا مساحه كبيره، يعني شاده ليا تقريبا المساحه بزاف في الحمام. وكان فيها الشارجر مباشرة جا في الوسط ديال الحمام على هاد الشكل كما كتشوفوا. وبالنسبه للكالدايا اللي كتسخن الدوش جات في هذاك القنت ما مدرجه، يعني ولو في الحال بارد ملي كنبغيو نسخنو ما كيسخنش نهائيا، يعني خاص يتسد شراجم مزيان. ومع ذلك كانت صغيره. وبالنسبه لهاد اللافاندينو او هاد اللافابو مباشره كان مع الدخله ديال الباب كما كتلاحظوا. وبما ان المساحه شاده ليا لافاسكا شاده ليا، كان عندي هذا ديال الوضوء ومعه هذاك الكرسي، يعني جاو في الوسط ديال الحمام. كان كل شيء ماشي طويل على هذا الشكل هكا. وصافي هادشي اللي كان كما كتلاحظوا. هذا هو لذلك قررنا اننا نحيدو لافاسكا باش اول حاجه غادي يتوسع داك الحمام. وتاني حاجه اللافاتريش او ماشين كانت خاصها نحيدها من الدوش، عفوا نحيدها من الكوزينه حتى كتحطها في الكوزينه وغادي ندخلها للحمام. كما كتلاحظوا اول حاجه انني خويت الحمام كله، ما خليت فيه حتى شي حاجه. الزوج ديالي هو اللي خدم الحمام بما ان الخدمه ديالته هي هذه. وكانت الاشغال اننا ريبنا كل شيء، يعني ريبنا كل شيء، عودناه الدوش من الاول. اول حاجه عودناه حيت كان خاصو يتعاود. كنا خاصنا باش نعاودو كل شيء ونعاودو الديكور من الاول وجديد خاصو يتعاود. وتاني حاجه هو المشكل ديال الجعاب اللي كانوا عندي، كانوا كانت يتبوشها ليا دائما هذاك اللافابو ديال الكوزينه، بما انه مباشره ملاصقين مع نفس الجعاب، مع نفس الجعاب اللي كاينين هنا كما لاحظتوا هما هادو. لذلك اضطرينا باش نعاودو هادشي كامله هو ونعاودو الجعاب كما كتلاحظوا على هاد الشكل هكا. لذلك هادشي اللي خلانا اضطرنا باش نعاودو كل شيء. وهنا لا فاسكا كما لاحظتوا درناها، حيدنا لا فاسكا ودرنا غير الدوش اللي هو جا مباشره في داك القنت الفوقاني اللي من اللهي. ومباشره كان غيكون حداها هذاك الكرسي، وحداه مباشره حتى هو حدا الكرسي او الطواليت غادي يكون ديال الوضوء على هذا الشيء كما كتلاحظوا. وكما كتلاحظوا حنا درنا حيدنا هذوك الاولانيين اللي كان هما اصلا هما مشكل. من درنا هذا النوع اللي خرج دابا جديد، هذوك اللي كيتلصقوا مباشره في الحيط، يعني ما كيكونوش لاصقين في الارضيه. كما غادي تلاحظوا الارضيه ما غادي يكون فيها حتى شي حاجه. وهذا حتى هو كيساعد بزاف بالنسبه للواحد الا بغى، يعني الا بغيتي تسيقوا او لا تجفوا الارضيه. ما كيكون حتى شي حاجه. وهذه كانت هي مشكل ولو في التنظيف اي حاجه كتلقاو دائما اشكال ملي كتبغيو تجفوا. يعني ضروري خصكم تحضروا بيديكم وتجفوا يعني بهذه الطريقه هذه. هادو اللي ولاو جداد كيلصقوا مباشره في الحيط، ما كيلصقوش في الارضيه. صافي بقى لينا دابا من بعد ما سدينا كلشي دوزنا هذوك الجعاب وصافي والضوء وكلشي داز. بقى قبل ما غادي نركبوا السانيتاريا كانت خاصنا نديرو زليج. او زليج بدا بالارضيه هي الاولى كما كتلاحظوا. الارضيه هي الاولى ولا فاسكا هي اللي تحطات. ومن بعد الدار خاص عفوا الحمام كله يتزلج. عاد ممكن نركبوا لا سانيتاريا او نركبوا الدوش راه كما شفتوا راه ركب. بقى غير هذاك ديال الوضوء والطواليت. عزكم الله. وصافي كيبقى هكا حتى غادي يكمل دابا هذا الزليج كامله هو.
صافي هنايا كما لاحظتوا من بعد ما كمل هذا الزليج كامله. هو بالنسبه للالوان كما سبق وقلت اختاريت الوان مفتوحه على هذا الشكل هكا. يعني دائما فين ما كتكون المساحه ضيقه كنختاروا دائما الالوان حيت هي اللي كتعطينا مساحه اكبر. انا اختاريت المارو واللون كاسي. وبالنسبه للدوش من الداخل اختاريت هذا الزليج هذا اللي تيجي بحال الموزايو. كتبان لكم من بعد بحال كتحط وحده وحده وانما هو زليج عادي. هو صراحه كان بغى يدير هذاك اللي كتحط وحده وحده، غير هوايا فيه الخدمه بزاف وفيه الوقت، وهو كان خدام اصلا على برا وعلى الداخل، لذلك ما كانش عنده الوقت بزاف. صافي كما لاحظتوا من بعد ما دار الزليج وداز الصباغه من الفوق كان مضطرين انه خاصو يبقى على الاقل واحد اليومين حتى كيشد مزيان داك الزليج. كما لاحظتوا راه باقي خاصو هذوك لا سانيتاريا، يعني باقي خاصها كيدوز بالطرامبانو او المهم كيتحفر الحيط مره اخرى باش يعاودوا يلصقوا لهداك الشيء. وهذا ضروري باش يدار، خاصو حتى يكرم مزيان هذاك الزليج. صافي هنايا ما بقى لنا الا غادي نمشيو نشوفوا دابا الاشياء اللي خصني نختارها بالنسبه للدوش وشنو هنايا مشيت هنايا للسيلفي او السلف ديال ايطاليا. كان فيه بزاف بزاف كان اللي كان. المهم انا كنت حيره شنو غادي ناخذ. في الاخر خديت الاشياء بالمارو. كنت صراحه كنت باغا ناخذ اما البيض على هذا الشكل هكا اولا المارو. في الاخر لقيت واحد الشكل اخر اللي كنت سبق وشاركته معكم في يمكن في المشتريات كنت سبق شاركته معكم، غادي تشوفوهم. هما اللي خديتهم هما هادو في هاد اللون هذا في المارون، بما ان كان الزليج بالمارون. كنت بغيت ناخذ حتى هادوك اللي حداهم. اختاريت هاد اللون هذا، يعني كتعطي واحد الاضاءه وفي ديك اللمعه هكا كانوا صراحه زوينين. اختاريت غير هادوك ديال الصابون وهذاك الكاس. اما هذه ديال الصابون هذه ما خديتهاش، باقا ما خديتهاش. صافي وبالنسبه لديك الشيته ديال المرحاض خديت هادو. وبقى لينا غير بالنسبه لهذا اللافابو او اللافابو مع الارماديو، حيت كانت خاصني واحد القياس تقريبا كان خاصني شي متر وشي حاجه، هي اللي بقات لي مساحه. وانا ما بغيتش ناخذ شي حاجه صغيره. وفي نفس الوقت هادو كانوا جد غاليين بزاف، بخصوص الواحد الا كان غيعاود كل شيء من الاول. بالنسبه للحمام حنا عاودنا يعني راه خسران ديال الفلوس، وباش تاخذ واحد الموبيليتو اللي هكا كان غالي شويه. وفي نفس الوقت ما جاي غير الغلو صراحه اللي بعدنا ليه هو كما غادي تلاحظوا انا خفت هذاك الزاج الفوقاني طيح شي حاجه غير سوشوار ولا شي حاجه ويتهرس. هذه تاني حاجه. هذه اول حاجه. وتاني حاجه كما لاحظتوا هما راه زوينين وعاطين العين وما فيهمش المساحه ما كاينش لداخل، يعني ما غاديش يهزوا ليا بزاف داكشي اللي انا بغيت. وفي نفس الوقت انا ما بغيتش نعمر بزاف ندير هذا ونعاود نحط واحد اخر. لذلك انا بغيت شي حاجه اللي تكون هكا موبيليتو وفي نفس الوقت يكون زوين وصافي. وجاب الله لقيت هذا كان داير لي سكونطو، كان داير لي 350. وكما لاحظتوا هو ماشي من هاد النوع اللي خارجين جداد، وانما كان زوين صراحه عجبني. وحتى في القياس ديالو كان مناسب لذاك القياس اللي كان عندي. وحتى كان عنده هاد الزاج كبيره اللي صراحه حتى هي كتعطي من مساحه كثيره في الحمام. وكما لاحظتوا هنايا فيه المساحة، يعني الأدراج كافية اللي نحط فيها. اللي حطيت فيها صراحة عطيت فيها كل شيء. في الأخر أوردينيت هذا وخديت هذا وبقيت كنتسنى على الأقل واحد الشهر عاد جابوه ليا. بصح بقيت شهر عاد جابوه ليا. صافي أخوات هذا هو كما لاحظتوا. صافي اخوات هنا ما بقات تقريبا غير النتيجه النهائيه واشنو خديت واشنو كيفاش تا هادشي كامله هو وشنو اللي باقي. داكشي باقي حتى حاجه مركبات غتشوفوها معايا، وانما الفيديو طويل غادي ننزل لكم فيديو ان شاء الله الا عجبكم وبغيتوا تشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله فيديو القادم بحول الله.